واخيرا اخويا طلع. ببص على اخويا لقيت اخويا بيدمع. مساء النور يا احلى جمهور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جدعان جاي لكم بقصه جديده، ودي تاني قصه على يوتيوب، يعني تاني فيديو ليا على يوتيوب. ولسه من يومين كنت منزل فيديو على يوتيوب قصه سارو الهندي. القصه يا جدعان في اللينك او فوق هنا. قصه حلوه والله العظيم، يعني قصه حقيقيه وهتعجبكم. طبعا يا جدعان جاي لكم بقصه جديده، قصه نزار والمنقبه. هي قصه رعب. لو قلبك جامد اتفرج على الفيديو، لو قلبك مش جامد برضه اتفرج على الفيديو. بهزر معاك يا جدعان والله، لو قلبك مش جامد عادي يعني متفرجش على الفيديو عادي. بس قبل ما نبدا يا زميلي هتنزل تعمل متابعه على القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو القصه عجبتكم اكتبوا في الكومنتات عشان الفيديو جاي ان شاء الله هطلع كومنت اقول يا جدعان فلان قال القصه حلوه وفلان قال القصه مش حلوه، ويعني كده. لو عندك قصه وعايز تقولها كلمني على الانستا وانا هطلع اقول صاحب القصه هو اللي قال كذا، القصه عجبتكم ولا وحشه. هنشوف بقى ايه راي الجمهور، يعني هتعجبهم ولا لا. اللينك بتاعت الصفحه هتلاقيها تحت، لو ما لقيتهاش تحت هتطلع بره الصفحه هتلاقيها. وتابعنا على التيك توك عشان الصفحه بتاعتي صفر خالص بحت، مفيش ولا متابعين ولا لايكات. فتلاقي بقى ايه الصفحه بتاعتي برضه تحت او بره. بصلي على النبي، كوبايه قهوه كوبايه شاي والدنيا هدوء وتعالى معايا. انا نزار، انا مسلم مش مسيحي. انا ساكن في منطقه شعبيه، يعني البيوت كلها لازقه في بعضيها، يعني الجيران بقى ومنطقه شعبيه وكده. المهم عايزكم تركزوا معايا. بص يا صاحبي انا عايزك تركز معايا. البيت اللي جنبينا لازق فينا على طول، يعني البلكونه بتاعتنا في وش البلكونه بتاعتنا على طول. البيت اللي جنبينا فيه منه دورين منهم ناس ميتين ربنا يرحمهم. اول دور واحد ومراته ماتوا. طب ماتوا ازاي؟ الارض وقع بيهم ربنا يرحمهم. طب الدور التاني اب وام وعياله ماتوا. ايه ده؟ ماتوا ازاي؟ البيت ولع وبعيد عننا ماتوا محروقين، بس الدم لسه موجود والناس دي ماتوا من زمان. طب ايه حكايتك انت يا نزار؟ حكايتي واقول لكم عليها. زمان واحنا صغيرين كنا دايما انا وعيال عمامي كنا بنطلعوا نلعبوا على السطح. فجينا في يوم من الايام كنا بنلعبوا على السطح الساعه 3 الفجر. كنا بنلعبوا لعبه خلاويص بقى، وكنا اطفال بقى واحباب الله، يعني كنا اطفال. فقلنا ايه نرتاحوا شويه وبتاع. فجاه ابن عمي قال لنا احكي لكم قصه رعب وهنشوف مين فينا اللي هيخاف. انا قلت له انا قلبي جامد، وده قال انا قلبي اجمل، ودي قالت انا قلبي اجمل. قال لنا القصه واخويا قال لي انا هنزل اشرب ميه. نزل اخويا شرب ميه، نزل اخويا من هنا. بعد 5 دقايق سمعنا سويت سويت. ايه ده مش واحد ولا واحد، ولاد ايه جماعه، يعني 4 بيصوتوا مع بعض او اكتر. فقلنا ايه طب تعالوا نبص كده نشوف في حد تعرف تحت او في حاجه في الشارع. ده مفيش حد ومفيش جيران واقف، يعني مفيش حد من الجيران طلع البلكونه يسمع يشوف في ايه. فقلنا ايه عيال صغيره يمكن بيلعبوا مع بعض ويصوتوا. واخيرا اخويا طلع. اول لما اخويا دخل من باب السطح وقف، فبيبص كده احنا قاعدين هنا نلعب مع بعض، وهو اول لما دخل فبيبص كده فلقينا وقف. يا ابني مالك في ايه؟ يا احمد في ايه يا احمد؟ قلت لهم يا جدعان احنا نشوفه هو بيبص على ايه؟ احنا اغبياء قوي. بصينا لقينا واحده منقبه واقفه ورا الشباك والدخان بيطلع من ظهرها. ببص على اخويا لقيت اخويا بيدمع. شديت اخويا وجرينا فين؟ جرينا عند الحيطه اللي هي بتاعت الناس الميتين. مين الميتين؟ الناس اللي ماتوا محروقين. ده ازاي ده؟ يعني ازاي وبلكونه؟ مش فاهم حاجه. بص يا جدعان البلكونه بتاعتهم يعني هم اخر دور، البلكونه بتاعتهم لازقه والسطح بتاعنا. المهم نجري عند الحيطه نسمع صوت سويت طلع من الحيطه. جرينا محدش يستحمل، جرينا كل واحد نزل على بيته بقى ونام وصحينا تاني يوم. فطلعنا وقعدنا شويه. فدخلت لاخويا قلت له يلا عشان نطلع السطح. قال لي لا انا مش عايز اطلع وبتاع. قلت له ايه يا عم انت خفت ولا ايه يا عم؟ قال لي لا يا عم مش عايز اطلع. قلت له خلاص. طلعت انا وواحد من عيال عمامي، طلعنا على السطح وكان معانا كوره كنا بنلعبها، وساعتها كان المغرب. فايه لعبنا كوره شويه. فبص كده ايه ده؟ دي برضه نفس الولايه. طلعت عملت ايه؟ نزلت بقى قعدت استنيت لحد ما ابويا يجي. وجي ابويا قلت له يا ابويا حصل 1 2 3 وبتاع. قال لي لا يا ابني انت اكيد حد بيهزر معاك بيهيأ لك مش عارف ايه ومفيش وبتاع. فقلت خلاص هصدق ابويا، يعني ابويا مش هينفع اكدبه.
قعدت يومين خايف، يعني بص مرعوب، خايف ومرعوب. قال لي يا ابني مالك في ايه؟ قلت له يا بابا وربنا الكلام اللي انا بقوله لك ده حصل. قال لي فين الناس دي؟ وهطلع اكسر اللي جابه وبتاع. قلت له العنوان 1 2 3. قال لي يا ابني مفيش حد في البيت ده عشان صاحب البيت ميت بقاله سنين. طب ايه يعني مين اللي هيعمل كده؟ قعدت اعيط يا بابا وربنا حصل، مين اللي واقف هنا وبتاع. قال لي خلاص هحاول احل المشكله دي. قلت له خلاص يا بابا وبتاع. جينا تاني يوم صاحي طلع من الاوضه، قلت ادخل بقى اتشطف وبتاع. ببص كده لقيت واحد كده قاعد، ببص لابويا اللي هو مين ده؟ قال لي يا ابني ده صاحب عمري وزي عمك وعشرة عمري وبتاع. قلت له يا حبيبي ابويا على راسي من فوق، بس راجل منظره مرعب، راجل لابس طاقية الشيوخ ومعلق سبح في ايده ومربي دقنه. الراجل نادى عليا تعالى عامل ايه يا حبيبي وانا زي عمك وبتاع، حبيبي يا عمي وبتاع، وادانا حاجه حلوه وقعدنا نهزر مع بعض شويه وبتاع. فجاه قال لي ايه يا ابني مالك خايف من ايه واحكي وبتاع. بصيت لابويا اقول له يا ابني ده زي عمك، روح قول له. حكيت لي حصل 1 2 3 وبتاع. الراجل مسك راسي كده وقعد يقول كلام في سره، انا مش فاهم هو بيقول لي، هو ماسك راسي وبتاع مش فاهم. الراجل قال لي العنوان فين؟ قلت له العنوان كذا كذا كذا. فسأل ابويا قال له انت عارفش صاحب البيت ده فين؟ فابويا رد عليه قال له ده ميت بقاله سنين والبيت ما فيهوش اي حاجه وبتاع. الراجل قال لي خلاص يا حبيبي ادخل اوضتك والعب مع اخواتك وبتاع. قلت له حاضر يا عم. بس انا ما دخلتش على الاوضه، انا وقفت في حته كده اسمع هما بيقولوا ايه. الراجل قال لابويا يلا نروح البيت، ما تعرفش المفتاح فين؟ ابويا رد عليه قال له المفتاح مع ابن صاحب البيت وانا هكلمه واشوفه هيرضى يديني المفتاح ولا لا وبتاع. ابويا قال لي تعالى معانا وبتاع. قلت له لا يا ابويا انا خايف. قال لي لا ما تخافش، انت طالع معانا. رحنا وصلنا البيت انا والراجل وابويا وابن صاحب البيت. وصلنا البيت لقينا على السلم في ريحه معفنه قوي، يعني ريحه مش حلوه خالص، ريحه مقرفه. نيجي ندخل على الباب الريحه بتقرب، وانا من الريحه كنت هرجع. دخلنا الاوضه اللي فيها الشباك، انهي الشباك الوليه اللي كانت واقفه فيه. دخلنا لسه بنمد رجلنا بنبص لقينا واحده منقبه ميته على الارض والسكينه ودبان بقى وريحه معفنه. بنبص كده دخلنا الاوضه لفينا لقينا عمايل سحر. ودي يا جدعان مش نهايه القصه، يعني لسه في جزء تاني، واللي عايز الجزء التاني يكتب في الكومنتات. وطبعا يا زميلي هتنزل تعمل متابعه على القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعشان عايزين نوصلوا 500 متابع في اسرع وقت، وتعمل لايك للفيديو واكتبوا في الكومنتات جزء من القصه عجبتكم ولا لا، عشان الفيديو الجاي ان شاء الله اطلع كومنت واقول فلان قال القصه مش حلوه وفلان قال القصه مش حلوه. ولو عندك قصه وعايز تقولها كلمنا على الانستا. وبس كده، سلام يا اخواتي.